السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الأول من كورس موقع فوتوبيا، احنا في الدرس ده هنتعلم التول بار، وهنتعلم كل تول ايه استخداماتها وهنستخدمها ازاي بالظبط. أول حاجة عندنا اللي هي الموف تول. الموف تول دي من اسمها إن احنا بنقدر نحرك بيها الحاجة جوه المشروع بتاعنا. بطريقة أبسط، احنا لو فتحنا صورة زي كده بنقدر إن احنا نحركها بمجرد ما نختار الموف تول ونضغط على الفارة، نقدر نحرك الصورة زي ما احنا عايزين. هنلاحظ ان في علامة صغيرة كده جنب الموف تول، بحيث ان احنا لو ضغطنا كليك يمين عليها هتفتح لنا قائمة اللي فيها الادوات اللي ممكن نستخدمها مع الموف تول. ففي الموف تول وفي الارت بورد تول. دي بنقدر نستخدمها في ان احنا نعمل مكان محدد نشتغل فيه. بمعنى ان احنا لما نختار الارت بورد تول ونحدد مكان مثلا البرجر، بنحدد الجزء ده بس ان احنا نشتغل فيه، ونقدر نفتح اكتر من ارت بورد بحيث ان احنا نوزع الشغل زي كده. تمام، فاحنا اغلب استخدامنا هيكون بالنسبة للموف تول، ولو حابب ان انت تستخدم الارت بورد بحيث انك تنظم شغلك ما فيهاش اي مشكلة. طبعا هنلغي كل ده بان احنا نعمل كنترول زد علشان نرجع للصورة الطبيعية اللي احنا كنا فيها، او ممكن من الهيستوري نرجع لأول واحدة اللي هي ايه اوبن. هو هنا بيسجل كل حاجة احنا عملناها، زي ما احنا حركنا الصورة، عملنا ارت بورد، عملنا واحدة جديدة وعملنا التانية، نقدر نتحكم فيهم بكل سهولة من قائمة الهيستوري. قبل ما نروح للأداة اللي بعدها، هنلاحظ ان في شريط من فوق بيدينا خيارات إضافية للأداة اللي احنا بنستخدمها. يعني كل ما نغير أداة كل ما الشريط ده الأدوات اللي فيه بتتغير. فمثلا عندنا في أداة الموف تول عندنا أول حاجة اللي هي الأوتو سيلكت. الأوتو سيلكت بيخلي يختار اللاير أوتوماتيك اللي أنت بتتعلم عليها. بمعنى إن إحنا بنشتغل على لايرز بتكون زي طبقات فوق بعضها، بحيث إن أنت تكون الشكل اللي أنت عايزه. الأوتو سيلكت بتخليك لما تختار من الصورة هنا اللاير أو تضغط عليها بيختار أوتوماتيك أول لاير بتكون من فوق وأنت بتدوس عليها. لكن لما بتلغي الخيار الأوتو سيلكت بتختار من هنا اللاير اللي أنت بتشتغل عليها، وتقدر تتحكم فيها وتحركها من غير ما تأثر على اللاير اللي فوقيها. الحاجة اللي بعد كده بيقول انت عايز تستخدم الموف تول على لاير ولا فولدر، وهنعرف الفرق بينهم دلوقتي. ان اللاير بيكون عبارة عن طبقة واحدة انت بتعمل فيها الشغل اللي انت عايزه، لكن الفولدر بيتكون من مجموعة طبقات او مجموعة لايرز. بمعنى احنا هنا اللاير اللي احنا شغالين عليه اللي هي الباك جراوند، نقدر من تحت من العلامة دي اللي هي النيو لاير لما نفضل ثابتين الماوس عليها شوية بيظهر لنا الكلمة دي ايه او الأداة دي اسمها ايه. بكل بساطة بنضغط عليها بيعمل نيو لاير، بحيث ان احنا نقدر نعمل فيها شغل جديد وفي نفس الوقت من غير ما يأثر على اللاير اللي تحتها او باقي اللايرز التانية، ونفصل الشغل عن بعضه بحيث ان هو يكون منظم ونعرف نتحكم في كل جزء في المشروع لوحده. بالنسبة للفولدر، العلامة اللي جنب النيو لاير على طول هي النيو فولدر. بنقدر نعمل فولدر ندخل فيه عدد اللايرز اللي احنا محتاجينه، بحيث ان احنا نشتغل على الفولدر ده كجزء كامل. كمثال لو هنشتغل على بروجكت كبير شوية او فيه تفاصيل كتير بنقسم اللايرات لفولدرات علشان نسهل الشغل. هنمسح الكلام ده من ديليت علشان نرجع للشكل الأصلي بتاعنا. اللي بعدها اللي هي ترانسفورم كنترول، دي بمجرد ما نحددها بيقدر يخلينا نتحكم في الشكل من حيث الطول والعرض والأبعاد بتاعته. بحيث إن أنا لو مسكت الجزء اللي على اليمين من فوق وسحبت هقدر أصغره أو أكبره ومن أي زاوية أنا بختارها. بس هو حاليا بيكبر وبيصغر بأبعاد ثابتة. لو أنا عايز أحركه بحركة حرة شوية بقدر إن أنا أدوس على شيفت، أفضل دايس على شيفت من غير ما أسيب، وأبدأ أتحرك في المكان اللي أنا عايزه بحيث إن أنا أحركه حركة حرة من أي اتجاه.
ولو خليت الفارة بعيدة شوية عن النقطة هقدر إن أنا أخليه يتحرك بزاوية. وممكن كل ده أعدله برضو من الشريط اللي فوق، بحيث إن أنا أختار الأبعاد بتاعته بتاعت الإكس والواي والدبليو والروتيشن وكل الحاجات دي. في برضو حاجة أقدر أعملها اللي هي الورب. الورب دي بتخليني أقدر أتحكم في الشكل بحركة انسيابية شوية. بمعنى إن أنا دلوقتي عندي الشكل متقسم بطريقة أكبر شوية، بحيث إن أنا أقدر أحرك كل جزء فيه. لو عايزين نثبت التعديلات اللي احنا عملناها نقدر بكل بساطة ندوس على علامة الصح اللي هي confirm، أو لو عايزين نلغي كل التعديلات دي بندوس على cancel. اللي بعدها اللي هي الأبعاد، هو بيجيب لك بس الأبعاد بين التصميم أو الصورة أو اللاير اللي أنت محددها حاليا وبين الواجهة اللي أنت بتشتغل فيها، بحيث إن هو بيقول لك البعد قد إيه، بحيث إن لو في أكتر من عنصر تقدر تنظمهم مع بعض، بحيث إنك تخلي أبعادهم كلها قد بعض، بحيث إن التصميم يكون شكله متناسق. واللي بعدها بتقدر إن أنت تعمل داونلود لللاير اللي أنت مختارها حاليا، بحيث إن أنا لو دوست على Save Selected Layer هيعمل داونلود أوتوماتيك لللاير اللي أنت مختارها. الأدوات اللي بعد كده دي زي بتعمل محاذاة بين أكتر من لاير، بحيث إن أنت تخليهم على نفس الخط، تقدر تخليهم على نفس المسافة أو نفس الزاوية من أي اتجاه أنت عايزه، بحيث تخلي التصميم برضو متناسق وشكله كويس. تاني أداة معانا أو تول هي الريكتانجل تول. الريكتانجل دي بتقدر تحدد شكل معين بحيث إنك تستخرجه من الصورة اللي عندك، أو تقدر تتحكم فيه بأي طريقة أنت عايزها. مثال إن إحنا معانا الريكتانجل، لو برضو لاحظنا هنلاقي فيه العلامة اللي تقدر تخلينا نختار أكتر من شكل. بس هنبدأ واحدة واحدة بالريكتانجل، إن إحنا مثلا هنحدد برضو البرجر. بعد ما نحدده بنقدر ناخد منه كوبي أو كات بكل سهولة بإن إحنا ندوس على كليك يمين وبنختار layer via كوبي أو layer via كات، إن إحنا ناخد منه كوبي من الجزء ده. وهنلاحظ إن هو عمل layer تانية غير الباك جراوند بالجزء بس اللي إحنا اخترناه، بحيث إن أنا لو دوست على علامة العين اللي جنب اللاير اللي هي الباك جراوند الأساسية هيجيب لي الجزء بس اللي إحنا أخدناه كوبي. وبعد كده أقدر أعدل على الجزء ده زي ما أنا عايز من غير ما أبوظ أو أعمل أي حاجة في اللاير الأساسية بتاعتي اللي هي الباك جراوند. بالنسبة للأدوات الموجودة في الريكتانجل تول اللي هي بتخلينا نقدر نحدد جزء معين أو نعدل في الجزء اللي احنا حددناه، بمعنى إن دي بتقول إن احنا نقدر نحدد جزء، وإن احنا لو جينا نحدد جزء تاني بيلغي القديم اللي احنا حددناه. طب احنا لو حددنا الجزء ده وعايزين نضيف عليه الجزء الزيادة ده، يبقى من اللي بعديها اللي هي يونايت بنقدر نحدد كده، فبيضيف الجزء الجديد اللي احنا حددناه على القديم. لو عايزين نشيل منه بنختار اللي بعدها وبنشيل الجزء ده بحيث ان احنا نكون محددين الجزء ده بس. واخر واحدة معانا بتخلينا نقدر نختار جزء محدد من الجزء اللي احنا اخترناه. يعني احنا حددنا الشكل ده، احنا بس عايزين الجزء اللي هو يعتبر العمود ده ومش عايزين الجزء الباقي ده. بنقدر ان احنا نحدد كده، هيحدد جزء من اللي احنا اخترناه من غير ما يحدد اي جزء زيادة. بالنسبة للي بعديه بيخلينا نتحكم في الحواف بتاعة الشكل اللي احنا بنختاره، بمعنى انه ما بيخليهاش زاوية حادة. يعني احنا لو زودنا شوية وجينا نختار هنلاقي ان الحواف بتاعته بقت شبه دائرية او بقت الزوايا مش حادة. بعد كده الريفاين ايدج دي بنستخدمها لما بيكون عندنا شكل صعب شوية او مش هنقدر ان احنا نحدده بأي شكل من الحاجات الموجودة عندنا. ساعتها بنلجأ للريفاين ايدج، بمعنى ان احنا لما اختارها بيظهر الشكل اللي قدامكم ده. هو بيحاول في الاول ان هو يطلع الشكل اللي احنا عايزينه، بس احنا بنقدر نعدل عليه زي ما احنا عايزين. احنا عندنا هنا 3 الوان رئيسية: الابيض والرمادي والاسود. الابيض احنا بنقول له ان الجزء ده احنا عايزينه يظهر عندنا في الصورة من غير ما يشيل منه اي حاجة.
بمعنى ان احنا لما نحدد على البرجر كده، احنا بنقول له ان احنا الجزء ده احنا عايزينه ما تشيلش منه اي حاجة خالص. تمام، هنلاقي ان هو ايه ظهر معانا ده الشكل اللي هيطلع معانا بعد التعديل. بالنسبة للرمادي، احنا بنقول ان الجزء ده الجزء الصعب اللي احنا مش عارفين نقصه من الصورة بتاعتنا. يعني مثلا احنا عايزين نقص لحد اخر البرجر هنا ومش عايزين في نفس الوقت الترابيزة، فبكل بساطة نيجي عند الحرف ونروح محددين بالرمادي الجزء الأخير ده. هيحاول إن هو يجيب لنا الحرف من غير ما يبين الترابيزة، لأن زي ما احنا واخدين بالنا إن هو احنا محددين جزء مش صغير من الترابيزة، بس هو شاله وخلى جزء البرجر بس. وطبعا مع التعديل ومع التفاصيل، وإن احنا نقدر نقرب برضو من الشكل بحيث إن احنا نحدد بطريقة أفضل، هيطلع معانا إيه الشكل كويس. طب احنا بعد ما حددنا عايزين نلغي اللي احنا حددناه ده، لان هو زي ما احنا شايفين المربع لسه موجود. بكل بساطة من قائمة select دي select، او الاختصار بتاعها زي ما هو مكتوب الكنترول دي، هيأدي نفس الغرض وهنلاقي ان السلكت بتاعنا اتشال. الادوات اللي بعد كده اللي مع الريكتانجل تول اللي بتستخدم في تحديد الحاجات هي الدايرة، ان احنا نقدر نرسم دايرة. والحاجة التانية ان هو اللاسو تول دي بتقدر تخلينا ان احنا نحدد شكل بالرسم الحر، بمعنى ان احنا نقدر نمشي كده بالفارة برسم حر خالص، نحدد الشكل اللي احنا عايزينه بس، وهو ايه هيحدده لنا بنفس الفكرة بالظبط. هنلغي برضو التحديد بالكنترول دي، الاختصار بتاع دي سيلكت. واللي بعدها عندنا دي عبارة عن ان هو بيحدد برضو برسم حر، بس بتكون عبارة عن خطوط مستقيمة بس، بمعنى ان احنا لو بنحدد مبنى او حاجة بتكون بشكل مستقيم ما فيهاش اي انحناءات، او الانحناء بتاعها مش محتاج ان احنا نرسم خط منحني. هنشيل الجزء ده برضو بالدي سيلكت بالكنترول ودي. اخر واحدة معانا اللي هي الماجنتيك، دي بتحاول برضو تفهم الصورة اللي قدامها ايه بالظبط، وبتحاول على قد ما تقدر ان هي تجيب لنا الشكل وتحدده اوتوماتيك. بمعنى ان احنا لو بدأنا نحدد من النقطة دي مثلا ومشينا، هنلاقي ان هو الخط بيروح ناحية البرجر لوحده، وبيبدأ يحدد كل حاجة لوحده من غير ما ندوس على اي حاجة، احنا بس بنحرك الفار. لو في اي حتة هنلاحظ ان هو هيبوظ فيها او عايزين احنا نحددها مانيوال، يا دوب بس بنضغط بحيث ان احنا نحط نقطة هنا وهو بيكمل عليها، ونفضل نعمل نفس الطريقة دي. يعني هو هيبوظ هنا فاحنا هندوس نقطة هنا بحيث ان احنا نعدل الجزء اللي هيبوظ ده، ونفضل مكملين لحد ما نحدد الشكل بتاعنا. هنلغي التحديد برضو بالكنترول دي. التول اللي بعدها وهي الماجيك واند، ومعاها الكويك سيلكشن والاوبجكت سيلكشن. الماجيك واند دي بتحدد جزء معين من الصورة على حسب ما هو بيحاول يفهم ايه اللي موجود في الصورة. يعني احنا لو جينا مثلا نختار البرجر كده، هيبتدي يحدد ايه اللون اللي احنا اخترناه وايه اللي مناسب معاه ممكن نختاره. وبرضو احنا مش هننسى ان احنا مختارين من فوق اليونايت، بمعنى ان هو يضيف تحديد زيادة على التحديد اللي احنا عاملينه. يعني احنا حددنا الجزء ده، لو حددنا المكان ده هيحدده معاه، لكن لو عملنا اول واحدة اللي هي ريبليس واخترنا اي مكان، هيلغي اي تحديد قبل كده احنا عاملينه وبيعمل تحديد من جديد. بالنسبة للكويك سيلكشن، دي بتحاول برضو بنفس فكرة الماجيك ووند ان هي تحدد جزء محدد، بس دي بتقدر ان احنا نحدد جزء اكبر، وفي نفس الوقت احنا لو فضلنا بنسحب بيفضل يحدد جزء اكبر. لكن الماجيك ووند بتضغط وتحدد جزء معين او جزء ادق بمعنى اصح. ولو نلاحظ ان هو مش راضي يحدد اي جزء اكبر من المكان ده. ليه؟ لان احنا مختارين اللاير اللي احنا خدنا منها كوبي. يعني احنا لو شلنا الباك جراوند دي، ده اللاير بتاعتنا اللي احنا خدناها كوبي، هو ده الجزء بس اللي احنا شغالين عليه، والباقي فاضي، عشان كده مش بيحدد اي جزء اكبر من كده. فاحنا لو سيبنا اللاير دي وحددنا على اللاير دي ولغينا السلكشن من كنترول دي وبدأنا سلكشن من جديد، هنقدر ان احنا نحدد الصورة كلها.
فلازم ناخد بالنا من الأداة اللي احنا بنستخدمها ومن اللاير اللي احنا شغالين عليها. هنلغي التحديد برضو من كنترول ودي. واخر حاجة معانا اللي هي الاوبجكت سيلكشن، دي بيحاول برضو ان هو بيجيب الاوبجكت او الحاجة اللي موجودة في الصورة واحنا بنحددها، يحددها لك اوتوماتيك. بمعنى ان احنا بنعمل كده، بيقول ان انت تحاول تخلي علامة الاكس جوه الحاجة اللي انت محتاج تحددها بالظبط. تمام، هو فهم ان احنا عايزين نحدد الجزء ده. طبعا انت هتفضل عامل اليونايت بحيث ان هو يضيف جزء على الجزء اللي انت مختاره، وهنفضل نحدد بحيث ان احنا نضيف اجزاء عليه لحد ما نختار الجزء اللي احنا عايزينه كله. ولو نلاحظ ان هي بتكون يعتبر ادق واحدة في التحديد من الماجيك ووند والتانية اللي هي كويك سيلكشن. وممكن برضو نحدد بالتانية اللي هي اللاسو تول او الماجنتيك او اي حاجة، يعني عندنا اكتر من خيار. المهم ان احنا نطلع افضل نتيجة باي اداة منهم. هنشيل اللي احنا حددناه برضو من خلال كليك يمين ودي سيلكت، او برضو زي ما احنا عارفين بالكنترول ودي، او من سيلكت ودي سيلكت. عندنا اكتر من طريقة، نستخدم اريح طريقة بالنسبة لنا طبعا. في حاجة كمان تقدر تسهل علينا الشغل لو كان صعب شوية، بمعنى ان احنا محتاجين نحدد البرجر ده برضو بس من غير ما نختار حاجة تانية. او لو مثلا الصورة عندنا كلها بلون واحد او شكل واحد، وعندنا جزء بس هو المختلف في الصورة ومش عارفين نحدده، ممكن بكل بساطة نيجي عند اي سيلكت من دول، ويفضل الماجيك ووند طالما هو حاجة ثابتة او باك جراوند لون موحد، وبنختار الباك جراوند نفسها. هنلاحظ ان هو اختار الباك جراوند كلها من غير البرجر، محدد حوالين البرجر. وبكل بساطة نعمل كليك يمين وانفيرس. انفيرس دي بتخليه يختار عكس اللي احنا كنا مختارينه، بمعنى ان احنا كنا مختارين الجزء ده كله من غير البرجر، احنا قلنا له يعكس الاختيار ده، وان هو يحدد البرجر بس من غير الباك جراوند. طبعا مع شوية التعديلات اللي موجودة هنا باللاسو تول، ان احنا نختار الاختيار ده بحيث ان احنا نشيل الجزء الزيادة بالتحديد كده، هيشيل اي اجزاء زيادة احنا مختارينها. الاداة اللي بعد كده وهي الكروب تول. الكروب تول بتخلينا نقدر نقص التصميم بحيث ان احنا نشتغل على جزء معين، سواء اصغر او اكبر من التصميم اللي احنا شغالين عليه. بمعنى ان احنا عايزين مثلا نشتغل على جزء البرجر ده بس، مش عايزين الباك جراوند دي كلها، فبكل بساطة بنختار الكروب تول وبنحدد الجزء اللي احنا عايزين نشتغل عليه بس. ومجرد ما ندوس كونفيرم بيحدد لنا الجزء اللي احنا شغالين فيه بس، وده بيطبق على كل اللايرز اللي موجودة عندنا، بمعنى ان ده هو البروجكت اللي احنا شغالين عليه. يعني لو شفنا اللاير التانية، لو خفينا اللاير دي هنلاقي ان دي برضو اتطبق عليه نفس الكلام، وبقي الجزء ده بس اللي احنا شغالين عليه. وبرضو ممكن نعمل العكس، بان احنا نكبر التصميم لو احنا عايزين نشتغل في مساحة اكبر، والجزء الزيادة ده نحط فيه اللي احنا عايزينه من تصميم او صور او اي حاجة بحيث ان احنا نظبط التصميم. وطبعا هنرجع عن اللي احنا عملناه ده بكنترول وزد عشان نرجع للشكل الرئيسي بتاعنا ونكمل شرح عليه. الأداة اللي بعد كده وهي الاي دروبر. الاي دروبر دي بنقدر ناخد اي لون من التصميم عندنا او من اي صورة بحيث ان احنا نقدر نستخدمها في التصميم بتاعنا. يعني مثلا احنا نختار الاي دروبر وعايزين نختار اللون ده، بكل بساطة من اول ما ندوس عليه بيفضل يقول لنا ايه اللون اللي احنا محددينه حاليا. يعني لو نروح ناحية الاخضر هنلاقي اللون بقى لون اخضر، هنا الاحمر، وهكذا. بمجرد ما اسيب الفارة اختار اللون اللي احنا كنا محددينه اللي هو الاخضر. لو عايزين نختار لون تاني بنحدد بنفس الطريقة، وكل مرة اللون هيتغير معانا ونقدر نستخدمه سواء في الفرشة او في الفونت او في اي حاجة احنا محتاجينها في التصميم. ده كان بالنسبة لدرس النهاردة، وأتمنى يكون خفيف وسهل. لو عندك أي استفسار عن الدرس ده أو عن مجال الجرافيك ديزاين عامة تقدر تكلمني في الكومنتات أو تبعت لي على رسائل الصفحة، وأحط لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن وهتواصل معك شخصيا. وفي الفيديو الجاي هشرح إن شاء الله الأدوات الباقية. ومن أهم الأدوات اللي هنشرحها اللي هي سبوت هيلينج بروش، اللي هي بنقدر نشيل أي جزء من الصورة من غير ما نبوظها أو من غير ما نشيل أي حاجة زيادة.
ونقدر نستخدم برضو التكست تول بحيث ان احنا نقدر نضيف اي تكست او اي كلام على الصورة، وازاي نختار اللون بتاعه وازاي نعدل الشكل بتاعه، وهنعرف كل التفاصيل بالنسبة للتولز اللي بعد كده. اتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نفضل مستمرين في الشروحات، وان شاء الله مش هنقف على شرح فوتوبيا بس، ولكن هيكون على باقي البرامج الخاصة بالتصميم وحتى غير التصميم، وكلها كالعادة طبعا برامج مجانية بديلة لبرامج تانية مدفوعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.